احنا بنلتف حول القيادة الهاشمية، واحنا كلنا خلف القيادة الهاشمية، نرفض هذا التهجير. احنا خلف جلالة سيدنا أبو الحسين، ويعيش جلالة الملك المعظم، يعيش جلالة الملك المعظم. مساء الخير أعزائنا المتابعين أعزائنا المشاهدين. أنا حاليا موجود في مدينة الرمثة وبالتحديد بوسط بلد لتغطية الوقفة التضامنية لأهالي مدينة الرمثة دعما لموقف جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني ابن الحسين تجاه القضية الفلسطينية. خليكم معنا وتابعونا. والله هذا ليس بغريب على شعب الرمثة وعلى شعب الأردن كافة، فبالتالي احنا بنلتف حول القيادة الهاشمية وبنقول له سر وعين الله ترعاك ونحن من خلفك ونشد على يدك ونقول لك تكلم بألسنتنا وقرارك هو قرارنا، ونحن معه في قراره ضد تهجير أهلنا في غزة والضفة الغربية، ونقف خلفه ونقول له دمتم ودام الأردن وعاشت الأردن وعاشت فلسطين حرة أبية مستقلة. شو بدك تحكي لي أكثر عن الحدث اللي صار اليوم وعن وقفة أهالي الرمثة مع جلالة سيدنا؟ الحدث هو حدث الشارع الأردني، حدث العالم اللي قاده سيدنا بموضوع قضية التهجير الفلسطينيين من غزة، وهذا الحدث طبعا قادوا الهاشميين بقيادة سيدنا، واحنا كلنا خلف القيادة الهاشمية، نرفض هذا التهجير وكلنا نمتثل لأوامر سيدنا شو ما كانت أوامر سيدنا سواء برفضه أو بالتهجير أو غير ذلك، ونحن جاهزون شو ما آلت إليه الأمور. سيدنا الحدث كل الأردني من شمال لجنوبه سنكون رصاصة في طلقة أبو الحسين، سنكون جنود الأوفياء لا لتهجير الشعب الفلسطيني. كلمة أبو الحسين إن شاء الله في كل العالم راح تكون مسموعة، لا لتهجير الشعب الفلسطيني، وإن شاء الله كلياتنا مع سيدنا أبو حسين الله يطول عمره. ويعيش جلالة الملك المعظم، يعيش جلالة الملك المعظم، يعيش جلالة الملك المعظم من العيلة الهاشمية. هاي نعمة من نعم رب العالمين، جاب لنا عيلة هاشمية حكيمة، يعني بكل العالم في ناس عندها أرصدة بترول وفي عند احنا ربنا جاب لنا الهاشميين هذول أكبر نعمة للشعب الأردني. احنا خلف جلالة سيدنا أبو الحسين، الله يديم هالبلد والله يديم جلالة سيدنا أبو الحسين. احنا خلفا له لا للتهجير، شعب غزة لغزة والفلسطينيين للفلسطينيين والأردن للأردنيين، غير هيك ما فيش كلام. سيدنا أهل الرمثة كلهم خلف القيادة الهاشمية، خلف قيادة جلالة سيدنا أبو الحسين، داعمين لمواقف جلالة الملك الحسين الملك عبد الله، وبنقول له لا للتهجير لا للتوطين. فلسطين لفلسطين وأهلها والأردن لأهلها. عاش أبو الحسين ونحن خلفك يا سيدي. وهيك نكون وصلنا لنهاية تغطيتنا اليوم. أدام الله الأردن ومليكنا الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. الرمثة أبو شقرة البقاعي.